الصحفي الفرنسي نبيل ديجيليد خدام في صحيفة ليكيب خرج بتصريح اللي زعزع أركان الكرة المغربية وقال بالحرف: والوداد الرياضي حط العين على سفيان بوفال أحد أبطال ملحمات المونديال. من ديك اللحظة تساؤلات كثيرة بدات كتدور في العالم الكروي المغربي. واش الوداد فعلا خدام في الكواليس باش يجيب نجم عالمي جديد، راه غير إشاعة مدروسة باش تخلق البيض؟ واش بوفال اللاعب اللي أبهر العالم في مونديال قطر غادي يرجع يلعب في بلادو؟ القصة فيها أسرار طموح وحلم جماهيري كبير. خليك معايا باش نكشفوا جميع الخيوط اللي غتدينا للحقيقة. هذا وأكثر بعد شهر بداية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناتكم ماروك فوت. اليوم غادي نهضروا على خبر غادي يشعل مواقع التواصل وغادي يخلي جماهير الوداد تحلم بصفقة من الرياض الثقيل. وموضوع اليوم هو على إمكانية التحاق النجم سفيان بوفال بالوداد الرياضي حسب ما قال الصحفي الفرنسي نبيل ديجيليد من جريدة ليكيب. ديجيليد قال بالحرف في التصريح ديالو على منصة إكس: الهدف المقبل للوداد بعد التوقيع مع زياش والتعاقد مع سفيان بوفال باش الفريق يجمع الثنائي ديال مونديال قطر. هذا الكلام دار ضجه كبيره خصوصا بعد ما رجع زياش للمغرب، والناس ولات كتسول واش بصح غادي نشوفوا بوفال البطوله الوطنيه. واش فعلا اداره الوداد ناويه دير طوره في الميركاتو؟ سفيان بوفال ماشي اي لاعب عادي، نجم كبير، واحد من ابرز اللي شاركوا في ملحمه الاسود في مونديال قطر واللي خلى العالم كامل يتكلم على الكره المغربيه. بدا المسيره ديالو في فرنسا، لعب في انجي، من بعد مشى لانجلترا ومن موراها لبلجيكا. كتعتبر من اللعابه اللي عندهم تجربه اوروبيه كبيره ومهارات خارقه خصوصا في وضعيات واحد ضد واحد. حاليا كيلعب في فريق سان جيلواز البلجيكي وعنده عقد مستمر حتى 2026، ولكن هادشي ما كيمنعش من احتمال انتقاله خصوصا الا كانت رغبه قويه من الوداد ورضا من اللاعب. والوداد من بعد ما دار صفقه زياش ولا باغي يرفع المستوى اكثر ويبين ان ماشي غير فريق محلي عادي ولكن مؤسسه كرويه كتفكر في العالميه. بوفال بالنسبه لهم غادي يكون اضافه كبيره، عنده تجربه في المونديال، مهاره، شعبيه واسلوب لعب يقدر يرفع الحماس داخل الميدان. تخيل معايا زياش وبوفال مع بعض في الفريق الاحمر، غادي يخلقوا ضجه اعلاميه، الحماس وحتى التاثير النفسي على باقي الفرق. هادي ماشي غير صفقه، هادي رساله ان الوداد باغي يرجع مجد الكره المغربيه. ولكن خصنا نكونوا واقعيين، لحد الان ما كاين حتى تاكيد رسمي على وجود مفاوضات بين اداره الوداد وبوفال والوكيل ديالو. المصادر القريبه من النادي كتقول باللي كاين اهتمام كبير فعلا، ولكن مازال الامور في مرحله الفكره ماشي المفاوضات الجديه. من جهه اخرى بعض المحللين كيقولوا ان عوده بوفال للمغرب تقدر تكون صعيبه ماديا لان فرق الاجور كبير بزاف بين اوروبا والبطوله المغربيه. ولكن من شافوا زياش رجع بزاف ديال الناس ولات كتشوف ان كل شيء ممكن. لا تحققت هذه الصفقه راه غادي تكون واحده من اكبر الصفقات في التاريخ ديال البطوله المغربيه وتولي البطوله وجهه لاسماء عالميه. هادشي غادي يعطي نفس جديد للمنافسه. اما الا ما تماش فمجرد طرح الفكره كيبين كيفاش التفكير تبدل وكيفاش الوداد ولا كيشوف بعيد. وفي الاخير سواء كانت الصفقه غادي تتم ولا لا، الوداد اليوم دار اشارات واضحه انه داخل مرحله جديده من الطموح وان البطوله المغربيه داخله عهد جديد اللي فيه اسماء كبيره ولات كتشوف المغرب وجهه كرويه ممكنه. نتسناو نشوفوا شنو غادي يوقع ونتمناو نشوفوا بوفال كيلعب قدام الجمهور المغربي. وما تنساوش تشتركوا في القناه وتخليو لايك باش توصلوا بجديد اخبار الكره المغربيه والعالميه مع ماروك فوت. الا كنتو ديما معنا غادي تكون ديما مواكبين الاحداث وديما كنجيبوا لكم الحقيقه وليس الا الحقيقه. ولا خبر اخر نلقاكم على خير، مع السلامه. ماروك فوت.